شبابنا، اخباركم ايه؟ عارف ان انا متاخر يوم او يومين تقريبا، بس الحمد لله. يعني الفتره اللي فاتت كنت واخد دور برد شديد شويه، رقدني في السرير اسبوع كامل، لا قادر اصور ولا منتج ولا اعمل اي حاجه. يعني الفيديو ده كان المفروض يبقى متجدول في القناه من اسبوع مثلا. الحمد لله عدت على خير. المهم المره دي فقره الترشيحات الشهريه مش من عندنا، لا المره دي هي جايه منكم انتوا. في الفيديو اللي فات ناس كتير مشكوره جدا رشحت لي عدد كبير من المنهوات في الكومنتات بتاعت الفيديو. البعض منهم عارفهم ورشحتهم قبل كده، والبعض منهم ما اعرفهم، فجمعت المنهوات دي كلها وقعدت الشهر ده كله بقرا فيهم واعمل فلتره لذيذه كده ليهم، واطلع لك بالليست الخمس منهوات ودول الخمسه اللي عجبوني واللي ناوي اكملهم. فالترشيحات المره دي منكم انتوا مش مننا، انا يا دوبك كل اللي عملته قريت الترشيحات دي فلترتها جبت لك اللي عجبني منهم وبس. خلينا نخش بقى على الوايت بورد بتاعتنا. اول ترشيح معانا هو بارباريان ادفنتشر ان فانتازي وور، واللي هو ترشيح من السيد زيكو مان، وواحده من المنهوات اللذيذه الصراحه. هو زي ما وصفها بالظبط، منهوة لطيفة. بطل المنهوة دي ساب كل حاجة في حياته وبدأ يلف العالم، جبال، محيطات، سلوك، بحار، لف الكوكب كله. وكان كل ما يوصل لمكان بيتمنى أمنية واحدة بس، إنه يسيب كوكب الأرض ويتنقل لعالم خيالي. وفعلا اتحققت الأمنية بتاعته واتنقل لعالم خيالي بس في هيئة بربري وفي منطقة جليدية بالكامل، وممنوع من الخروج منها غير لما ينفذ عدد كبير جدا من المهمات. وفعلا بيقدر ينفذ المهمات دي ويخرج من المنطقة الجليدية ويبدأ رحلته في اكتشاف العالم الخيالي اللي كان طول عمره بيحلم انه يبقى جواه. ورحلة اكتشافه دي بتيجي كمان مع قوته الكبيرة جدا اللي اكتسبها من صفاته كبربري ومن المهمات اللي خلصها في العالم الجليدي او في المنطقة الجليدية. واكتر حاجه عجباني في المنهوه دي الصراحه هي حاله سوء التفاهم اللي ماشيه في العالم ده. بص، هيئه البطل ومظهره قدام الناس هي مرعبه جدا، بس هو فعليا عبيط والناس مش فاهمه كده. يا جدعان والله شكله عبيط، انت عبيط يا اسطى وباين فشخ انك عبيط. وخلي بالك عبيط مش غبي، في فرق بين الاتنين. هو لا، البطل او شخصية البطل ذكي جدا، هو مش غبي نهائيا، بس عارف انت الحالة البلهاء اللي بتيجي عليك لما تشوف حاجة منبهر بيها طول عمرك؟ الحالة دي البطل ماشي بيها طول المنهوة. هو واحد طول حياته بيتمنى انه يخش عالم خيالي، فلما دخل العالم الخيالي ده بقى ماشي مبهور بكل شيء يشوفه. والصراحة الحالة دي عجباني قوي، وكنت اعتقد اني بحب فشخ الاعمال الملحمية القوية، البوم طخ والكلام ده كله، بس بميل برضه للاعمال البسيطه اللذيذه اللي زي دي. الدنيا هنا بسيطه، كل حاجه ماشيه ببساطه بلذاذه، مفيش تعقيد نهائيا وفي نفس الوقت مش ممله، مفيش الخطر الاوفر، مفيش الاحداث الاوفر، لا الدنيا هنا في اللذاذه جدا. وهي دي المنهوه. وبما ان ناس كتير منكم قالوا لي في الكومنتات بتاعت الفيديو اللي فات ان اقول المنهوه دي وصلت لكام شابتر ومستمره ولا مكتمله ولا منتهيه ولا تم الغائها اصلا، فالمنهوه دي حاليا وقت تسجيل الفيديو ده هي 46 شابتر ومستمره. ودي اول ترشيح معانا، منهوه لطيفه اضمن لك ان انت مش هتحس بملل وانت بتقراها ومش هتشغل دماغك كتير جدا. عشان نروح للترشيح الثاني واللي هو I become an evolving space مونستر. خرب بيت اسامي المنهوات الجديده دي، تحسهم بيشرحوا القصه كلها في الاسم. فين ايام منهوات زمان؟ جوسو، سولو ليفلينج، اسمي هي كلمه او كلمتين. كنت عايز اقول لعودة طائفه جبل هو، بس افتكرت ان الاسم بتاعها طويل. واللي كان ترشيح من محمد اكس في او او 8835 تقريبا، واللي هي واحده من الترشيحات المختلفه الصراحه، بغض النظر يعني عن انها شبه اعمال كتير جدا في القالب بشكل عام، اللي هو قالب لعبه واقع افتراضي، وبنقابل فيها او بيتحكي لنا فيها قصه اللاعب نفسه اللي بيلعب اللعبه جوه اللعبه. بس الفرق هنا اننا مش بنتابع قصه اللاعب، لا خالص، احنا بنتابع قصه وحش فضائي هدفه انه يفترس اي كائن او اي مخلوق يجي قصاده عشان يطور نفسه. القصه هنا بتتابع مخلوق من فصيل اسمه الامورف. لا ده لا نسكافيه ولا قهوه، خارجين من دور برد يبقى ينسون، معروفه. الفصيل ده ضعيف جدا بس بيكتسب قوته عن طريق افتراس الكائنات التانية واكتساب خصائص منها. وبنبدأ في القصة نتابع مراحل التطور بتاعت الكائن ده والتهامه لكائنات كتير، واللي منهم طبعا البشر، واللي اكيد قصة بتتحكي من جانب وحش فهيتحكي قصتها الجانب السيء للبشر، واللي هو اكيد التجارب اللي بيعملوها على الكائنات التانية. اي نعم بيتقدم هنا بصيغة مبالغة فضائية نوعا ما، بس اظن ما اختلفش كتير قوي عن التجارب البشرية اللي بتتعمل هنا. وكمان بنتابع في القصة علاقته مع نوع من المخلوقات التانية اسمه الاميبيا، على حسب ما انا فاكر تقريبا كان اسم المخلوق ده كده، ومعرفش ليه شاكك انه هياكله في الاخر، عندي احساس بيقول لي انه هيجي في الاخر وهياكله، معرفش ليه. المهم، هل المنهوة قوية جدا؟
لا خالص، هي من النوع المقبول، قصة جديدة وحلوة بس الأحداث مش أقوى حاجة. هي كالعادة من نوعية المنهوات المقبولة اللي مش هي أضخم ولا أقوى منهوة في الكون، لأ هي مقبولة وحلوة وعادية وزي الفل. قصة جديدة، حاول إن أنت تتسلى فيها أكتر من إن أنت تحطها في توقع عالي جدا. المهم المنهوة مستمرة ونزل منها 51 فصل. عشان نسيبها ونروح للترشيح التالت واللي من محمد سمير 4846 واللي هي اكسيستنس. محتاجين نسقف للراجل ده سقفة محترمة. قصة جامدة جدا في البداية، في النهاية وبعد كده بتبقى زبالة. تصدقت ان احنا هنسقف لك ولا ايه؟ واظن يعني طالما انت مرشحها انت عارف فين النقطة تحديدا اللي بتبدأ تتحول فيها لزبالة. هي مش زبالة قوي يعني، هي عبث، بتبقى عبث. بس الحق يقال يعني، خليني اقول لك ان خلصتها في يوم. هي سحلتني معاها وخلصتها في يوم في يوم بس. هي المنهوة كلها على بعضها خلصتها في يوم. القصة في البداية ممتازة جدا وتشدك معاها وتشتريك يا باشا. هي بص اشترتني ان انا اكملها بقلب ميت، بس لما تكمل اكتر واكتر وعند نقطة معينة تبدأ الامور تاخد منحنى العبث بغباء. المهم يعني بغض النظر عن اراء الشخصية فيها، القصة يا معلم عندنا روح بتتم اعادة ولادتها كذا مرة يبقى ديناصور، مرة فيل، مرة نملة، وكل مرة بيموت فيها بيتم اعادة ولادته من جديد في شكل مختلف. وفي معظم الاوقات بيبقى سبب موته هو كائن واحد بس، واللي هو اكيد طبعا مين؟ البشر. لا احنا نموذج حقير خلي بالك. فبتبدا الروح دي انها يبقى عندها ضغينه كبيره جدا ناحيه البشر وكره ليهم، ونعدي بعدد من التجسيدات لحد ما يتم ولادته في شكل بشري. بس المره دي اتولد ومعاه كل قدرات التجسيدات اللي فاتت، ومع ذلك حاول يتعايش لحد ما تحصل حادثه ما تحول هدفه بالكامل للقضاء والفناء وتدمير ميتين اهل البشريه كلها. القصه كفكره ممتازه، كتنفيذ في اول كام شابتر ممتازين جدا، بس مع تتابع الاحداث الموضوع بيبدا يسوء الصراحه. مش سوء للدرجه اللي انت بتتخيلها، لا هي بتسوء بس بتفضل في نفس درجه المقبوله، وخصوصا اكتر انها منتهيه وعدد فصولها قليل. هي كلها 73 فصل لو حسبنا الفصل 0 او 0 ومن غيره هتبقى 72 فصل. فهي ترشيح تخلصه في يوم يومين 3 بالكتير قوي. ذو جوده ممتازه وفكره ممتازه جدا في البدايه، ثم انحدار لحد المستوى المقبول في النهايه. والله فكره حلوه. شوف الترشيحات اللي هم بيبعتوها في الكومنتات دي واقعد انتقد ميتين اهلها واطلع عقد الشخصيه فيها. حلو، دي نحطها في لستة الافكار اللي مش هتتنفذ عشان بكسل اعمله. في واحد والله ما فاكر اسمه، السكرينه بتاعته غالبا مسحتها يعني بعد ما شفت المنهوه اللي هو كان مرشحها دي. كان مرشح منهوه عباره عن ممثل، اسمع بس، ممثل بيقرا السكريبت فبيدخل جوه عالم خيالي يعيش المشهد بتاع السكريبت ده، فيبان قدام الناس اللي هو ايه اللي هو بيعيشه في العالم الخيالي ده بينعكس على تصرفاته وتمثيله في الواقع، فيبان قدام الناس ان هو ممثل عبقري. انا راح اشوف اسطوره النصر الشمالي للمره ال35. المهم الترشيح الرابع هو اورديل من زد 3. ايه ده؟ ثواني كده. الاخ هان. الراجل ده هو اللي يستحق السقفه اللي بجد بقى، ده نسقف له بجد على الترشيح ده. عارف بقى الفكره في ايه؟ ان المنهوه دي ليها قصه غريبه شويه معايا. المنهوه دي عدت قدامي في بدايه نزولها، كانت تقريبا في 20-30 شابتر تقريبا، والكفر بتاعها شدني فدخلت شفت اول فصل فيها. اسلوب الرسم بتاعها ما عجبنيش وما كملتهاش في اول شابتر ونسيتها خالص وما اديتهاش اي اهتمام. منهوه رسمها مش عاجبني، مش هكملها، خرجت منها. ولما رجعت شفتها دلوقتي لا اسلوب الرسم بتاعها حلو فشخ. لا حلو فشخ دي قليله، كمان الرسم بتاعها مبهر. فانا ما اعرفش ازاي الرسم بتاعها ما كانش عاجبني اول مره شفتها فيها. الواحد برضه اراءه بتتغير يعني. انا متاكد ان انا لو رجعت شفت جوسو دلوقتي كاول مره اشوفها بدون سابق معرفه مش هكمل اول 5 صور منها، مش اول فصل حتى، وتحديدا من سوء الرسم. جوسو رسمها سيء جدا. المهم القصه بتتكلم ببساطه عن ظهور نوع متطور من البشر اسمه الكيميو، واللي هم بشر بقدرات خارقه، بس تم تصنيفهم على انهم نوع مختلف من البشر. والعالم اللي فيه المنهوه دي هو عالم فيه صراع كبير جدا بين البشر والكيميو. والبطل بتاعنا شي هارت، بشري طبيعي عادي جدا بيتدرب في الدوجو بتاع الكيميو الاسطوري ليو توماس، واحد من ابطال حرب
حرب قديمة جدا، وشي هارت كان بيخوض قتالات كتير اندر جراوند لمجرد بس انه يكسب فلوس عشان يعيش. ده القالب العام في اول فصل والقالب العام للقصة. وملخصا كده فالمنهوة ممتازة، احداث متتالية بدون توقف، تخلص ارك من هنا يا باشا تخش على الارك اللي بعده من هنا. ولكن ما يعيبها بالنسبة لي الصراحة هي ان في احداث كتير منها متوقعة. الحدث الرئيسي الخاص ببطل المنهوة نفسه انا كنت متوقعه من قبل ما يحصل تقريبا ب6 أو 5 فصول، ودي مش عبقرية مني لا خالص، هو حدث متوقع فعلا وحصل قبل كده في اعمال كتير جدا. والحدث الرئيسي اللي بين التاني والتالت متوقع جدا برضه. اي نعم الشخصية اللي كانت السبب في الحدث نفسه مختلفة، بس قالب الحدث نفسه متوقع. وغير كده في حاجة نوعا ما مضايقاني شوية. بص يا معلم، القصة بتتنقل بيك اوقات كتير جدا بين الماضي والحاضر والمستقبل. انا متقبل جدا الماضي والحاضر، في احداث كتير في ماضي العالم ده محتاجين نعرفها فعلا، بس المستقبل بقى فهو شبه حرق لنا حاجات كتير. اي نعم هو بيحرق المستقبل عشان يديك فضول تعرف ازاي ده حصل او ايه اللي ادى عشان ده يحصل، بس في النهايه انت حرقت لي يا معلم، وده مش حرق جاي من حد غريب مثلا، ده حرق من السورس الاصلي نفسه. المهم هي شبه سوبر هيومن ايرا شويه اللي رشحتها لكم الشهر اللي فات، بشر خارقين برضه، بس الفرق ان في سوبر هيومن ايرا عنصر الشر هو الانهيومنز، هنا عنصر الشر هو الكيميو نفسهم. في منهم كيميو طيبين وفي كيميو اشرار، يعني ده طبيعي جدا. بس ملخصا هل المنهوة وحشة؟ لا خالص. هل المنهوة مقبولة؟ لا خالص برضو. المنهوة ممتازة. وقت تسجيل الفيديو ده وصلت ل 111 فصل ومستمرة اكيد يعني، وده اللي خلينا نروح للترشيح الخامس والاخير. والترشيح الخامس هو جيت كيبر اوف ذا باوندلس وور من السيد عبد الرحمن. بص يا معلم، بطل المنهوة بتاعنا مات بسبب الاجهاد في العالم بتاعه، وفي نفس الوقت روحه انتقلت لجسم طالب اسمه شيني اللي مات في نفس اللحظة بسبب لعنة عملها عليه ناس. ولما البطل بيفوق في جسم الشخص ده بيكتشف انه ظهر قدامه باب، الباب ده بيدخله لعالم موازي اسمه عالم الكوابيس، والقدرات اللي بيكسبها في عالم الكوابيس ده يقدر ياخدها معاه للعالم الحقيقي بتاعه، والعكس كمان يقدر ياخد حاجات من العالم الحقيقي يخش بيها عالم الكوابيس، وكذلك حاجات من عالم الكوابيس يخرج بيها للعالم الحقيقي. وفي رحلته لعالم الكوابيس بيقابل هناك هيكل عظمي من الموتى الاحياء، وبيمضي معاه عقد زمالة ويبقى رفيق ليه في رحلته. والصراحة بقى اموت انا في المنهوة اللي مش واخده نفسها بجديه دي، والمنهوة دي من النوع ده هي بتقدم نفسها وتقول لك يا باشا انا منهوة عبثيه ومش واخده نفسه بجديه وبقدم لك عبث في قلب الجد. انا فاكر في لحظه معينه كده البطل كان بيواجه فيها عدوين اقوياء جدا، والاثنين دول كانوا في نفس الوقت بس في عوالم مختلفه، واحد في عالم الكوابيس وواحد في العالم الحقيقي. البطل لبس الاثنين مع بعض وخلاهم يحاربوا بعض، وفي قلب الملحمه اللي بتحصل دي مرافق البطل اللي هو الهيكل العظمي من الموتى الاحياء كان بيشرح له قنبله معينه عملوها الموتى الاحياء، وقال له ان ده مشروع سري جدا ليهم بسبب الحرب اللي بيخوضوها دلوقتي. واسمه ايه بقى المشروع ده؟ اسمه مشروع منهيكل اللي هي مشروع منهاتن وكده يعني، والعالم اللي قاد المشروع ده اسمه روبرت اوبنهايمر العظمي. فالبطل رد اجابه منطقيه جدا على العبث اللي بيحصل ده، قال له هو الحرب اللي انتوا بتخوضوها دلوقتي اسمها الحرب العالميه الثانيه؟ فالهيكل العظمي قال له ايه ده؟ ازاي عرفت؟ وخد من العبث ده بقى على طول. وانا الصراحه اقدر العبث المحترم ده، والصراحه يعني هي القصه مش اجمد حاجه، شفت شبهها كتير جدا، والاحداث مش ابرز حاجه برضه. البطل الدنيا متسهله له شويه، هو مش اقوى واحد ومش كل حاجه بسهوله، لا بيعاني وما بيكسبش، بس بيقدر انه يعدي عن طريق العبث. هو العبث الصراحه اللي مخليني مستحمل كل الحاجات دي كلها. انا لو عليا ما كنتش رشحتها ولا عملت لها دروب اصلا، بس شويه العبث المحترمين اللي بتقدمهم هي اللي مخلياني اكملها. تخيل ان البطل كان سبب في اشتداد حرب عظمى بين البشر والموتى الاحياء في عالم الكابوس عشان لحظه عبثيه اقنع فيها الاثنين ان الاثنين بيطبقوا العمل القسري وانهم هما الاثنين راس ماليين، كل واحد مقتنع ان الطرف الثاني كده، فبداوا حرب مع بعض. في عبث احلى من كده بذمتك؟ هو بص الصراحه يعني انا ما اضمنش انها تعجبكم قوي يعني، لانها شبه 5000 حاجه من النوع ده، بس انا زي ما قلت لك انا رشحتها لاجل شويه العبث الحلوين اللي بتقدمهم. المهم هي حاليا 120 فصل ومستمره. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. في فيديو هينزل كمان يومين بالكتير قوي هشرح لكم فيه التايم لاين بتاع المهندس الافضل بالاربع اعمال بتوعه، وهنربط العوالم دي كلها مع بعض. والفيديو ده غالبا هصوره بكره لان مش قادر اكمل، زوري راح في داهيه. واصح لو ما تعرفش فانا عملت بيج لمانجا عويسي، الفيديوهات هتنزل هناك قبل هنا بيوم. ده للناس يعني اللي بتحب تشوف الفيديوهات على الفيسبوك وكده وما بتحبش تفتح يوتيوب كتير، فهتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ولو بتشوفنا على اليوتيوب فكالعاده انت عارف انت هتعمل ايه، لايك، كومنت، شير، سبسكرايب، الكلام ده كله. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.